مين بيلعب في الزمالك اهلاوي حاليا؟ دونجا اهلاوي. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. خلص عليه، دي حقيقة. كان معايا في قبل كده مع كابتن حسام حسن لما كنا ماسكين بيراميدز. نفسي اروح للاهلي، نفسي العب في نادي كبير، نفسي ربنا اهو راح الزمالك. لو دقيقتين لو كلموها يروح الاهلي عادي. مش محتاجه حاجه يعني. احنا قلنا بعد كده ما فيش انتماءات. مين في جيلك ايه؟ كان اهلاوي؟ لا الجيل بتاع ما اعتقدش ان كان في حد. كلهم كانوا وهم في الزمالك يعني؟ لا ما كانش في حد. ما كانش فيه، بس نصهم مضوا ورجعوا في كلامهم. ما كانش فيه غير الكابتن ابراهيم وحسام بس. هم الاهل. طبعا. مفيش كلام يعني. مهيب انا على فكره عبد الواحد السيد انتماء. كان معايا. انا كنت في المفاوضات من سنه. عبد الواحد كان معايا، لكن عبد الواحد حب ان هو يكمل جوه. يعني عبد الواحد كان ممكن يروح. كان ممكن معايا. ايوه صح، ايام احنا قعدنا انا نادي والاباني مضى ورجع ورجع العقود. وجمال حمزه وشيكابالا. جمال حمزه اشتغل واللي طارق السيد، كل الناس دي مضوا. طارق السيد ايه؟ كان رايح. كان رايح. كلموه يا دي الفضيحه ام جنادل، يا دي الجلسه ام حناجل. وبشير التبعي. دي حقيقه. وبشير التبعي. بشير بقى دخل النادي الاهلي وانا موجود. فدخل لقيت وشه اصفر ومغلوب. مالك يا بشير؟ قال لي طب اعمل ايه؟ فدخلت قلت له انت مع المهندس عبد القيع توكل على الله. قلت خلاص هطلع على اي مضى. لقيت بشير التبعي طالع، والنادي الزمالك كان عنده يومها مباراه مع الجيش. مع الجيش في الاستاد وقاعد يجري. انا زملكاوي قاعد يعمل كده. لا والله. شوف الدناوه بتاعت العالم. والله. طيب يلا اكمل لك بس بقيه القصه. بركات بقول لك كان زملكاوي ساعتها وكان بيشجع الزمالك. الله العظيم 3 حكاوي. اللعيبه دول زي العسل. والله. فانا اتكلمت معاه مهيب ساعتها، قلت له يعني لو اتعرض عليك اهلي وزمالك هل ترجع تلعب في الزمالك؟ ففوجئت لقيته بيقول لي لا هرجع على الاهلي. قلت له ازاي انت زملكاوي بتشجع الزمالك وترجع تلعب في الاهلي؟ فقال لي جمله يعني ما انساهاش لغايه دلوقتي. قال لي الزمالك نادي تشجعه، لكن لو حبيت تلعب كوره في مصر تلعب في النادي الاهلي.